من أول ما بدأ الشهر الفضيل والكل بيسأل فين الكنافة يا شيف. النهاردة هنزل لكم بالكنافة، ومش أي كنافة، كنافة تنافسوا بيها المحلات. بجد الكنافة بتاعتنا بتتكلم عن نفسها. بضمن لكم أحلى وصفة كنافة ممكن تجربوها، المهم إنكم تتبعوا الخطوات. وعادي يعني مفيش مشكلة، أنا أفكركم إنكم ما تبقوش بخلة، إحنا في الشهر الفضيل. ما تبخلوش عليا بلايكات كتير، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا على اليوتيوب، قناة في المطبخ مع سنة. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. هبتدي بالشربات وهنزل بكوبايتين من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، هنضيف عليهم نص عصرة ليمونة. بعد كده هنرفع الشربات بتاعنا على النار، نار عالية. أول ما يغلي بنضيف باكت من الفانيليا وبنوطي عليه النار لمدة 10 دقايق. دلوقتي ده نص كيلو من الكنافة بتاعتي كانت في الفريزر، وده بيكون أفضل عشان لو كنا هنكسرها بإيدينا أو كنا هنحطها في الكبة زي ما أنا هعمل، تسهل الموضوع علينا. وده بيكون شكل الكنافة بتاعتنا. وقبل ما حد يدخل في التعليقات ويقول لي ممكن اعملها بايدي يا شيف، ممكن تعملها بايدك، مفيش مشكله، المشكله كلها عندي انا. الناس اللي عارفاني من زمان عارفين ان انا عندي التهاب في اوتار ايدي اليمين. الفتره دي فتره شغل، بتبقى فتره ارهاق وتعب، فانا بحاول اسهلها على نفسي. دلوقتي هنزل بكوبايه الا ربع من السمنه، معلقتين كبار من السكر البودر. هنغلف الكنافه بتاعتنا كويس جدا بالسمنه بتاعتنا وبالسكر. وعايزه اقول لكم ان دي الزبده اللي احنا سيحناها مع بعض، وكل طبعا ما كان نوع السمنه بتاعتنا جيد كل ما ادتنا نتيجه افضل. دلوقتي جبت الصينيه بتاعتي ومقاسها 28، دهنتها طبعا بالسمنه، وهبتدي انزل بالكنافه بتاعتي. بنزل بمقدار نص الكنافه بتاعتي وابتدي اضغطها بالشكل ده، موضوع سهل. ودلوقتي بقى وبالنسبه للحشوات انا هحشيها مكسرات. طبعا تقدروا تحشوها اي حشوات انتوا حابينها، سواء كانت مكسرات، زبيب وجوز الهند، ممكن كمان تحشوها بالكريمة أو القشطة حسب ما انتوا بتحبوا، حسب رغبتكم. ممكن كمان تخلوها سادة، بيبقى طعمها حلو قوي. أنا من الناس اللي بتحب الكنافة تبقى سادة، بحب طعمها وهي سادة. دلوقتي وبعد ما حشينا الكنافة بتاعتنا هننزل بباقي نص الكنافة وهنضغطها بنفس الشكل. كده صينية الكنافة بتاعتنا بقت جاهزة معانا. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتاخد من ربع ساعة لتلت ساعة حسب الفرن بتاعنا. أول ما الحواف بتاعتها بتاخد لون ذهبي بنطفي الفرن من تحت ونشغل الشواية لمدة 3 دقايق. دايما بقول لكم تاخدوا بالكم الشواية بتاعتنا تكون هادية علشان ناخد لون حلو. هنشوفها بإذن الله لما تطلع معانا من الفرن. ودي الكنافة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. دلوقتي بقى هنسقيها بالشربات، الشربات بتاعنا بارد والكنافة سخنة. وده فيديو النهاردة اللي بتمنى من قلبي انه يعجبكم. يا ريت اذا الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكات كتير، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا على اليوتيوب، قناة في المطبخ مع سنة. اشوفكم على خير في فيديو جديد.